الطنابير حصلت عندي كلت سيرا العنب كله. خليكم معانا وكملوا. طبعا لما تيجي الصوت تطلع جوا البتاع ده. ما مسؤول الرقات انهم كبيش معي. كبيش معي. مشاكل عائلية هي شوي. بص كده الخيارات دي كده سبناها يومين كان في الاول صغيره زي كده. حبايبنا اهلا وسهلا بكم في يوم جديد، في اسبوع جديد، في فيديو جديد. النهارده طبعا هندي لفه كده في المحميه على السريع، هنشوف الانتاج اللي عندنا هنشوف الزرع. وفي ظاهره طنابير حصلت عندي كلت سيرا العنب كله. خليكم معانا وكملوا ونشوف الطنابير اللي عندنا. في ظاهرة طنابير كلت الورق كله. شايفين الورق ازاي؟ لو بصينا على الورقة دي كده هنلاقيها خلصت دي. كل ورق العنب بيجي زي كده. طبعا لما ياكلوا ورق بتاع كله شايفين طاروا. بس نلاقي كتير قوي في ورق العنب. اديني مساحة كده، اديني خش جوه. برضه في ورق التين ميتشو دوب تراب. ما اظنش ان في فران الايام جوه كده. ممكن يكون مثلا بورس حاجة، لكن انا ما عنديش فران دلوقتي. بس هي عادي يعني ممكن تشتغل في اي حاجة. طبعا عندي العنبة دي ابتدت تطلع فوق، ولكن موضوع برضه الطنابير هو اللي هيبوظ الدنيا. تضحك وتعمل حاجة. ما انا مش ينفع وهي بتصور اقول لك اوعى ما تيجي والصوت يطلع، لازم اعملها كده بايدي بس. Ma che te lo faccio io ogni volta. سي ما لو انا قلت لك اوعى ما تيجي والصوت يطلع جوا البتاع ده. ما مسؤول الرقات انهم كبيش معي. كبيش معي. مشاكل عائلية هي شوي. Però il calcio. بس يلا خلاص عايزين نخلص احنا. هو ده اللي بياكل الزرع. طبعا تعالى انا ببص لك الخيارات دي وخدها انت. تمام؟ هناك اهو. تقدر انت تبصها؟ تعال هنا بص كده الخيارات دي كده سبناها يومين كان في الاول صغيره زي كده. دي مليانه شوك. ممكن الخيار ممكن يومين ثلاثة تلاقيه عمل شاخ. خد يا متي. Dammi. Santa la polenta, te lo faccio io. يلا روح الدبل. ماشي ما خلاص شفت ان هي فيها شوك. يلا روح الدبل. ماشي ما خلاص شفت ان هي فيها شوك. معلش الرقاص بيبقى يعني شوية. تعالى هوريك الطنبور كده اللي بياكل الزرع. لف كده هنا ادي اثنين اهو، وادي واحد اهو. رشيت له حاجات كثيرة بس للأسف ما عندهمش المناعة، بينزلوا على زرع برضو تاني وياكلوه. مهما تهشم ولا تعمل لهم حاجة كل الزرع.
لو بصيت منها اول ما هتقول لك ده كده بص. حاجة يعني انا يئست منه بصراحة. كل العنب بتاعي قالوا بيخلصوا له 10 تنابير. ها شايف من هنا كله مبقيش غير العناقيد بس. ظاهرة الطنابير من غازة المحمية. سامعين الصوت؟ كده مش هينفع حتى الكيوي كلوه. استكها بقى هي تبوظ. خليك بالعافية. والوقت هنشوف هي العنبة بعد ما الطنابير أكلتها. الورق ما بيجي غير فيه العصي بس زي ما انتم شايفين كده. مش عارف ظاهر من ضي النور ولا لا. اهو حاجة بقي عظام بس وعناقيد. لو سابتها الطنابير كان زمانها ملت المساحة دي كلها دي، ولكن للأسف طبعا الطنابير مش هتسيبها في حالها. شايفين ازاي لسه رشيش لهم خل الصبح. بحط حتتين خل كده ولا سدتين خل في العفارة وارش بيهم تاني دلوقتي، بحيث ان يخلي الخل دايما على انا بصيت كده للحياة اللي هي بتاعت الطرفيات. مش هتبص تلاقي ماتت خلاص. غسيل البتاع دي كل يوم بطلع لي بيض. انا لما بحطها مع الدكر هناك بيضربها عشان هي كانت عايشة لوحديها، والمفروض ده يكون باض دلوقتي. دوبي لسه شوي. ده الدكر ده شقي شقاوة الدنيا كله فيه. انا عندي 3 نتي من السمان ودكر. نتاية واحدة بس بتبيض هنا والنتاية التانية بتبيض هنا. النتاية التانية دي اللي كبرت دي ما بتبيضش، واخدة فترة راحة يعني. فالنتاية واحدة بس أنا بطلع منها إنتاج ضخم. Ma io ho preso due cose più grandi. ولا أنت لما تشيلها كده وسيب كده ثواني بس عشان تبغي نفسك شوية. حط وقت تعالى خش. هتفتح ده كده وتملاه وتفتح الثاني وتملاه. اوكي بص هذا في ايدك بس. النتاية دي عشاط كلمة بس ليش اعتبر عشاط من يوم 21/6. يعني احتمال تمسك في جو الصيف ده، بس الجو الصيف ده ممكن عادي ترد تاني. النهارده اعملهم جو نظافة عشان يبتدوا من الصيف كده ينحلوا ويربوا شعر وريش والدنيا والبطاشة. وعايز انقل العصافير دي عشان خاطر ابتدي اظبطهم الحاجة. الحمام بجيب له هنا بتاع عشان يحط. ده الحمام ده الحمام اللاحم من هنا كده.
تحتيه زغليل اهو. هنا انا عندي الاثنين دول بيشربوا، زجاجات عادية، لكن ده لسه قاعد في الجزازة، لازم نملاه الجزازة كده كل يوم. ده كان ده مارشلينو، اها، بس احنا غيرنا الوكالات بتاعتهم، ومارشلينو هو ده مش هو ده. بروح سد الجزازة من هنا كده، نسيبها كده هو يشرب مع نفسه. ابسط منها ما تلاقي. الجو طبعا حر وكده وبتاع، لازم تطلع على النار بتاعتك، مش يحصل اي حاجه من الميه. الميه نظافه وتخلي الجسم بتاع الارنب بيوفر. طبعا ده كان العصفور، ده كان الكوكتيل اللي مراته ماتت واحنا خدنا البيض بتاعها حطيناه في الفجاشه، وللاسف كله باظ. يعني ممكن كانوا بيشيبوه هنا، لو انا سبته تحتيهم كان ممكن من الصيف كان يطلع، ولكن خلاص كده. في بيضة واحدة بس تحتيه كده هشيلها وخلاص، علشان خاطر هضطر ان انا اقسم السلاكة لجسمين، جسم للحمام وجسم للعصافير. هخلي الحمام ليه باكيتين زي كده، دول باكيتين بس في النص، انا هخلي الباكيتين على جنب كده كله للحمام، واجيب العصافير الناحية دي، يبقى العصافير واي حاجة تاني الناحية دي، وده بس للحمام. طبعا الجوز ده مش هيجي عنده غير لما يطلع اللي تحتيه عشان ما يخافش. حلو الحمام ده، بس يعني مش عارف ليه انتاجه سريع، لكن النمو بتاعه اللي انا حاسس كده ان انا بعمل مراقبة عليه على طول، انتاجه بطيء معايا. يعني النمو بتاعه، يعني هو ده اسبوع كده او 5 ايام طالع، المفروض كان يشوك، لكن لسه زي ما احنا شايفين كده في الصورة، لسه الشعر الابيض بتاعه. وانا عشان متابع معاه ان انا الجوز ده عايز اربيه وعايز احط له دبل وعايز فانا عايزه يطير لفوق. طبعا الدراج بتاعته زي ما احنا شايفين مليانة غلة. بعمل له اعادة تاني، الحاجات اللي ما فيهاش زبلة هذا كده تاني، احوش الزبل اللي فيها كله بحيث الحمام ما يتضرش اهو. في حاجات حتى ما فيهاش اي شيء تضر الحمام. طبعا انا حاطط له شبكه بين الدرج وبين هنا اهو، بين الدرج وبين الاكل، عشان خاطر ما الحاجه اللي تنزل ما ياكلهاش تاني، لاني انا لما بعملهم كده بحوش كل الوسخ اللي فيهم. ممكن اجيب لي حمام تاني عادي زي كده، البلدي ده بياكل اي شيء لكن الحمام اللحم ده بيناقي حاجات معينه، لان انا لسه جايبه جديد ومش عارفه هو بيعمل ايه. شايف؟ تعالى هنا شوف الحمام ده عامل ايه في دقيقه، ما تجربش بس عليه عشان ما اخافش. ايوه بص، تلاقيه راح ناحيه الاكل على طول. كملوا معنا الفيديو ونشوفكم بعد الفاصل. اول ما شرب البيضة شوف وش ازاي. ايه يا عم؟ لسه تويني كنت شايفه ما كانش فيه بيضة، نازله بالسخونه بتاعتي. بعرفهم من بعضهم ان كل واحده لها لون. دي بتاعت المطرقه ودي نوع كتير. تربية الحمام عامة أسهل منه ما بتلاقي، يعني مش محتاج لا هارك ولا بتاع. هو أنت تحط له الكلفة الصبح وكلفة بالليل وخلاص على كده. تنظف له كل أسبوع حتى لو مرة، أهم شيء النظافة عشان خاطر إيه؟ الحياة اللي هي الحشرات وكده. الأسبوع الجاي هركب لهم الدبل كده ونشوف هيستمروا معانا إزاي. لكن عايز أخترع لهم حاجة تاني، لأن المية دي
بتبقى قليله في الحياه اللي حصلها لهم دي. يعني ده اول ما هيبتدي يبيض هركب له، عايز اركب له حاجات تاني زجاجات كده تكون سريعه او تستحمل معايا الوقت. عايز انقل ده من دياتي واجيب معاها انتايه تاني واعمل اجوزها الانتايه تاني للاسف، بس انا عندي كلهم دخول هنا. هذا مش يلا نشوف. وهنا انا هعمل حوض زرع بطول الحته دي، هيكون عالي نفس العلوبه كده على الارض، يعني هخليه عالي بحيث ان الميه تنزل عادي، وهوصل الحوض اللي هناك بالحوض اللي هنا ده، هجيب له مثلا خشب ولا اي حاجه وهعمل له هنا كده، وهشيل كل ده اخلي وانت طالع من هنا كده يبقى فيه حوض. مش طبعا مش هعليه الارتفاع قوي، يعني ممكن يبقى من هنا كده لحد ما يوصل مع دواتي، وهنقل الزرع ده كله ده هنا كده بحيث ان انا اوسع الحته دي وارمي العيله اللي هناك ده كده، وبعد كده هتبقى منظرها حلو لان الشجره دي متسلكه زيها زي العنب دي بالظبط. عايز اخليها تطلع هنا كده على التربيع اللي فوق دي اللي هناك، وبعد كده اعمل لها تربيع بخشب بحيث ان تديني يعني حاجه عاليه، لان انا عايز اشيل كل البلاستيك ده. تعالوا شوف البتاع اللي احنا بندي بيها دياتي. شايفين ازاي؟ بتغيرها من زي ما انت عايز يعني. طبعا الفلفل كبر. اكتر حاجه فشلت معايا الباذنجان السنه دي. في باذنجان طلع خالص، عايزه تتربط بقفيزه وحاجه زي كده. بالنسبه للشجره بتاعت الرمان دي ما ربيتش لها سنتين اعتبر عندي، بس السنه دي اتملت مني خالص خالص خالص. ليه مش فاهم الحته دي؟ لدرجه المن اللي بتشوفيه وهو طاير. واجمل ما في المحميه ان انت تبقى شغال وتسمع صوت العصافير زي كده، تبقى في وسط الحياه زي الزراعه. بص شويه بس هذه من كتر الميه نامت شويه في الفلفل. طبعا عشان مدلة عايز اخترع لها حاجه كده ان انا اشيل حتى واحد منهم كده واخليه سلك بس، واشوف الحته دي عايز اطلق فيها اي شيء كده، مثلا حمام بتاع، عشان خاطر ادي لها حياة تاني. ودي سيئة السفندي طلعت نمواتها ابتدت تربي، وده طبعا شيء من عارف في الجسم واكله. المني ما تحسش، لكن تحس ان اول ما يلزق في الجسم كده تحس بيه. وبهذا الموضوع الاسبوع ده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. هنشوف حل للطنابير وهنقول لكم الاسبوع الجاي لو في حاجة عملناها ليه. وكده عندنا مشكلة الطنابير والحوض بتاع الزرع هنشوفه المرة الجاية. إلى اللقاء، ما تنسونيش بالدعم بتاعكم الجميل واللايك، وإلى اللقاء في فيديو جديد.